السلام عليكم. البنا حكم المباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك بالامارات، حسمت لمحمود البنا. وهفاجئك بالارقام بقى اللي بياخدها الحكام في ادارة المباريات في الدوري المصري، ارقام وفلوس انت اصلا هتستغرب عنها. بس بعد اذنك كده تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، وقبل كل ده تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. محمود البنا ابرز المرشحين لادارة مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك في الامارات، ولو مش محمود البنا الزاما على اتحاد الكرة اللي هو يجيب حكم مصري مش اجنبي. ليه بقى حكم مصري؟ بسبب احداث اللي حصلت قبل مباراة نهائي الكاس بين الاهلي وبيراميدز. بيراميدز كان عايز حكم اجنبي، والاتحاد المصري ما عرفش يوفر حكم اجنبي فجاب له امين عمر. وعلى فكرة امين عمر ادار المباراة كويس جدا وكان حكم كويس في المباراة. فمن الغباء من الاتحاد الكرة اللي هو يروح يجيب حكم اجنبي لمباراة السوبر بين الاهلي والزمالك. يعني انت قادر في المباراة السوبر بين الاهلي والزمالك ومش قادر ان انت تجيب في نهائي الكاس بين الاهلي وبيراميدز. فهو يعني حسمت حكم مصري خلاص. لو مش محمود البنا وهو ابرز المرشحين هيكون حكم تاني. دي بالنسبة لاختيار حكم المباراة بتاع السوبر بين الاهلي والزمالك. هنيجي بقى على الحتة المادية والحكم بياخد كام في المباراة. خلي بالك الحكم افقر حد في المنظومة بعد الجمهور. الجمهور افقر حد، الجمهور الوحيد اللي بيدفع فلوس وبياخد حرق الدم، دي حاجة مسلم بيها. اما الحكم يا عيني افقر حد في المنظومة، تلاقي لعيب بياخد 20 و30 مليون وهو بياخد رقم هزيل. ارقام الحكم في الدوري الممتاز: الحكم الساحة بياخد 7000، المساعد الاول والثاني بياخد 5، اما الحكم اللي بيرفع اليافطه بياخد 3.5. انت نفسك تروح ترفع اليافطه بداله، انا عارف دماغك الماديه. والحكم الفار بياخد 5 والمساعد بتاعه بياخد 3.5. يعني ده رقم واحد. هيقول لي طب ما 7000 جنيه حلو كتير وحلو، وشوف هيحكم بقى كام ماتش في الشهر. عايز اقول لك الحكم ده زيه زيك، بيطلع يشتغل الصبح وبيروح شغله وبيتمرمط في المواصلات ويروح يشتغل، وبعدين بيجي الساعه 3 4 مهدود ويروح يحكم. لما بيطلع من بره لما بياخد له اجازه ويطلع يا عيني يغلط غلطه في المباراه ما بيسلمش من اعلام الزمالك او اعلام الاهلي، فيقعد قدامها 3 4 شهور في البيت ما بيحكمش. فرقم 7000 جنيه قليل بالنسبه للحكم في منظومه بالملايين. كله بيستفيد، اداره بتستفيد، حكام لعيبه بتستفيد، مدربين بيستفيدوا. ده بالنسبه للقسم الاول او الدوري الممتاز. القسم الثاني حكم الساحه بياخد 3، والمساعد الاول والثاني بياخد 2، والحكم الرابع بياخد 1500. اما بالنسبه للقسم الثالث الحكم الساحه بياخد 1500، والمساعد الاول والثاني بياخدوا 1000، وفي حاله تعيين بقى في القسم الثالث رقم رابع حكم رابع بياخد 350. اما في القسم الرابع الحكم هو اللي بيدفع فلوس. ما هو القسم الرابع يعني اللعيبه بتدفع فلوس اصلا عشان تلعب، الحكم هياخد فلوس؟ بس الحكم بياخد فلوس. الحكم بياخد 500، حكم المساعد الاول والثاني بياخد 400، وفي حاله تعيين حكم رابع بياخد 350. اتمنى لو انت لسه بتسمعني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتشير الفيديو ده. يلا سلام.